عادوا ضبط اجهزتهم ليعيدوا الجزيره التي حذفوها من 2011. بس شوفوا احمد الكبسي ما شاء الله. دكتور فيصل، ناقشوا موضوع الماسونيه ايها البناؤون الاحرار. هل انت من البنائين الاحرار؟ هل انت ماسوني؟ بشرفك، هلق انت جاي من اليمن وجاي تعمل لي مسرحيات وكذا؟ يا زلمه لك روح العب لك شغله ثاني. انا عم بسالك سؤال وكذا. ماسوني؟ انا ماسوني وصهيوني وسلفي وبراغماتي وحنفركوشي وشنكليشي وحنكليشي وقنطريشي. بدك غير هيك؟ جميل. وصهيوني الان اوكي نبدا وبعصي. نبدا مثلا. يلا جاوب على سؤالي. اوكي تفضل. الماسوني قال. طيب انت هل تقتنع اساسا؟ يا اخي عم بسالك سؤال، جاوبني على الواحد. طيب. ما تعمل لي شو اسمه. في عندي خلاص. اليمنيون بحاجه لثوره، رد لي عليه. ما بدك ترد خليني اروح على الضيف الاخر. قال ماسوني قال. حاول شنكليشي. حاول تهدى. برنامجك ما يتحمسك تنزعج. يا زلمه جاي لي هلق جاي لي من اليمن مشان تستني ماسوني. بكتب لك اياها على فيسبوك يا زلمه. بقول لك ماسوني وخلص. بدك اياها؟ اوكي الان خلينا بحاجه انه فيصل قاسم ماسوني. اوكي ماسوني وصهيوني واللي بدك اياه. يلا واخواني وسلفي. ان شاء الله ما تكونش هذه اجابه كلها استهزائيه فقط. لانه لا هي بالضبط. انا كله واخر عقد عملته مع المخابرات بوركينا فاسو بكره راح اوقعه ان شاء الله. يلا تفضل. طيب انت جاي من اليمن، عم بسالك سؤال. قل لي باختصار انه هذا الاستفتاء كاذب لا علاقة له. هل اليمن بحاجة لثورة جديدة أو لا؟ هذا هو. أجبت على نفسك. طيب هل هو بحاجة؟ طيب عباس المساوى. ثعبان الحوثي دخل إلى الساحات وتقمص دور الثورة ورفع علامها بينما كان يتمدد في الفيافي والقفار وفي المدن يلتهي. أخي يا أخي رد عليه يا زلمة بدون ما تعطينا محاضرات. يا رجل رد عليه كل الكلام اللي حكاه. هلق بدك تيجي تقول له أنت حنكليشي ولا شنكليشي مشان أعرف بالضبط كيف رد عليك. أنت ماسوني ولا صهيوني؟ خي رد عليه تضيعش الوقت. تفضل. يلا. انت جاي تتكلم على مادة انت ولا تتكلم اللي اشتهينا؟ انت يا اخي تكلم بس ما تضيع ليش الوقت. انا بدي مشانك. انا نمت وهو بيتكلم. تفضل. على فكره انا كنت نايم قبل شويه. طيب رد عليه يلا. برضه يعني ما كنتش قلقت منام سيادتك ولا؟ ثعبان الحوثي. ولذلك يجب أن نكون واعين ومدركين. ورفع علامها بينما كان يتمدد في الفيافي والقفار وفي المدن يلتهي. بدي اسالك انت ليش جاي لهون؟ انت لماذا قادم هنا؟ سيد عبد الملك الحوثي هو زعيم لجماعة أنصار الله. جميل. علي عبد الله صالح هو زعيم للمؤتمر الشعبي العام وهو رئيس سابق له كل التقدير والاحترام. بأنه بشار جزء من الحل. طب لماذا ومن أدوات الخارج عباس المساواة. طيب لماذا؟ فيصل القاسم وغيرهم. صحيح والصهاينة والماسونية وكلياتهم معك. سمعت هذا الكلام. ألف باء قاطعني بسرعة. يلا خليني آخذ راحتي. تعال أنا وأنت وننزل صنعاء ونشوف ملح الحق بعده. عباس ويعرف عباس من وعباس او غيره. عباس المساواة ايش يقول؟ هذا عباس المساواة قضى عباس بين 2011 عباس بين 2015. المستجد في حياة عباس المساواة. كنت اتمنى من الاخ عباس ان يكون في صنعاء موجود. ان يكون موجود في صنعاء. بس انت شو بدك بعباس؟ والله مش مهم عباس. طيب. مهم الثورة. احكي لي عن وضع اليمن اهم من عباس ب100 مرة. ما بدي قاطعك. طيب. كمل. جميل. لماذا تنزعج دكتور فيصل عندما أقول هنا؟ بالمناسبة عندما تهاجم الشخصيات وتنسى الموضوع الناس بتضحك عليك. موضوعي أهم من عباس المساوى. والله هذا مجرد زلمي كاتب وإعلامي. أنا أسف عليكم. أنا يا أخي تأسفش علي. شو بدك ما تأسف علي؟ ساف على حالك. تخيل أنت احكي عن الثورة يعني وبس. أنا أسف عليكم. اللي بيسمع ما شاء الله عليك يعني واللي بيسمعك جاي من سويسرا يعني بس أسف عليكم. كمل. دور الثورة. أين الثورة يا عباس؟ أين راحت؟ فين؟ في أي شارع؟ في أي زغط؟ في أي الشيطان الأكبر. الشيطان الأكبر. أوكي طيب ما شاء الله. طيب هذا يعني انت بعقلك الان اطراف سياسيه كلها جالسه هؤلاء بعقولهم. طيب. يعني وزير دفاع طيب. حيمثل تمثيليه. جميل خليني. لا انا امثل لك تمثيليه. لا عباس ويقول لك كذب. يا أخي 96% من المصوتين يدعون إلى ثورة ثانية حطك بالصورة للكرامة. عباس 2011 غير عباس 2015 لأن 2011 لو أعيدت الظروف إلى 2011 سأقف نفس موقفي السابق. قطع أعلى شهادة عنده شهادة الميلاد. معقول يا زلمة؟ إن حصل عليها وأنا أؤكد لك أنه لم يحصل عليها بعد. بس عاجبك كلامه يا أخي أنا لا عجبني كلامه ولا عجبني كلامك. رد أنت. طيب والله العظيم انت بشرفك. هلا بدي اسالك انت صار لك ربع ساعه بتحكي. لو ترجمت لك كلامك للانجليزي والله العظيم ما في ولا جمله مفيده اقول لك اياها. وانا كتبت لك قبل شوي يا زلمه جاي انت تضحك لي تعمل لي هيك. صار نسفك مليون الف نسفي. والله العظيم نسفك نووي انشطاري. رد عليه يا زلمه تفضل. يا اخي انتم جايبين واحد يكتب من واشنطن.
هلا انت هذا خليني اكمل من اول ما بدات النقاش، والله بدي من شانك، من اول ما بدات النقاش انت عباس المساوى لابس خاتم فيرساتشي. عباس المساوى انت امبارح اكلت ملوخيه باللبن يا حبيبي. والله يا اخي روح احكي لك كلمتين عن الثوره. انا جايب موضوعي ايهما افضل لليمن، الحوار ام الثوره؟ الحوار. اترك لي فيصل القاسم الماسوني الصهيوني البعصي والزلمه هذاك وادخل لك احكي لك كم كلمه مثل الناس والاوادم. صاروا يضحكوا عليك الناس يا زلمه. والله صرت مسخره. يخرب عقلك ما انت مسخره. ترد على هذه يعني كيف؟ وماذا الذين نزلوا ضد الحوثيين؟ ما فيش، ما حدا نزل ضد الحوثيين. ماشي، لا عندكم في الجزيره بس بالجزيره ابدا لم ينزل احد. يعني لو صدقت؟ انا ما صدقت. انت جاي من اليمن. لم يخرج الالاف، لم يقتل الحوثيون عشرات اليمنيين بسبب خروجهم الى الشوارع. لم يقتلوا. قل لي لا يا اخي، قل لي لا. لا ما فيش، ما قتلوا. ما فيش. خليني اكلمك. تجد مثلا امير قطر. تمام. استغفر الله العظيم. خليني اكمل لك. استغفر الله العظيم. مالك انت جاي لهون جاي تحكي، يعني جاي يا حبيبي لك انا والله بدي من شانك. ما تيجي تقول لي انا انتقدت. ما كان انت معروف مؤتمري وعارف منين كذا، جاي تبيعني على كلام وكلام، عارفين اصلك وفصلك ودنيا، جاي تقول لي انا بنتقد علي عبد الله صالح كي يستبدل النظام السابق. انت شخصيا يا اخي هلق رجع لي شخصيا. انت شو المره هذه؟ جاوبني. اقول لك جاوبني. ماشي. لكن الناس توجه اللوم للقوه الاكثر نفوذا اللي هي ايران. ماشي. من؟ جاوب انت على نفسك. من؟ ماشي. لكننا نحن اليمنيون لن يخيفنا. نحن اليمنيين. نعم. نحن اليمنيين لن يخيفنا. وبالنسبة لليمنيين لا تخافون. جميل. في اليمن. جميل. يعني تعيشون على جنب. كيف ترد؟ خليه يرد. طيب ما في خط بين صنعاء وطهران، يعني هذه الحوثيين ما عم بياخذوا الحوثيين. وبعدين تقول ما جبتنيش كلمة سوا. لا عم بسألك انا. استدرت في فكرتي. طيب اهدأ شوية. وهذا ما ينادي به المؤتمر الشعبي العام منذ الوهلة الأولى من 2011 وحتى اليوم، ينادي بالانتخابات، ينادي بشرعية الصندوق، لكن الربيع العبري هو أراد فوضى شوارع، واليوم يريد فوضى شوارع جديدة. جميل.